ما تغيرش بطارية موبايلك أو تغير الأيفون بتاعك أو موبايلك عموما لمجرد إن البطارية بدأت تفصل معاك بسرعة. في إعدادات كتيرة جدا لازم نظبطها في الموبايل عشان نتأكد إن البطارية باظت أو لأ. أنا موبايلي بعد ما غيرت إعدادات موبايلي أنا فرقت معايا من 6 ساعات ل8 ساعات، ولأن الإعدادات الافتراضية بتاعة الموبايل هي بطبيعتها بتستنزف في البطارية بشكل سريع جدا، فبتخلي البطارية معاك تخلص بسرعة فتحس إن البطارية بتاعتك باظت منك. فإيه الإعدادات اللي إحنا ممكن نعملها في الموبايل عشان تخلّي البطارية تعيش معانا أطول وقت ممكن؟ هنروح على setting ونجيب التطبيقات اللي هي في الخلفية، هنشوف الapplication اللي إحنا ما بنستخدمهاش وهنمسحها من الموبايل أو نقفل عنها إن هي تبقى دايمًا واصل لها الإنترنت. طيب إيه تاني ممكن نقفله في الموبايل يخلّي البطارية تعيش معانا؟ ممكن نقفل الGPS، ممكن نقفل وضع الاستعداد دايمًا بتاع المايك. دايمًا بتلاقي الموبايل في وضع الاستعداد. في موبايلات حديثة لسه نازلة جديدة فيها button بتاع الAI، فالحاجات دي دايمًا بتهلك معاك من البطارية، فأنت لو ما بتستهلكش كل الكلام ده اقفلها، هتلاقي الموبايل معاك بقى بيقعد وقت أكتر، وهتحس إن الموبايل فرق معاك في عدد الساعات، وهتحس إن أنت الموبايل بتاعك ما بقاش فيه أي مشكلة ورجع تاني أكنه جديد. وأنا إسلام خولي وباقدم لك معلومة من سوق الموبايلات.